في ساعات الفجر الأولى تحركت فرق شرطة البليدة بصمت وانضباط نحو هدف محدد، هدف خفي لكنه معروف لدى مصالح الأمن: عصابات الأحياء التي روعت السكان لأشهر طويلة في عملية محكمة التخطيط نفذتها مصالح أمن دائرة بوفاريك. بدأت فصول واحدة من أبرز الحملات الأمنية الأخيرة في ولاية البليدة. صوت اللاسلكي يعلن ساعة الصفر. الفرق تنتشر عبر الأحياء المستهدفة، الأوامر واضحة، التحرك بهدوء، لا مجال للخطأ. في دقائق معدودة حاصرت العناصر الأمنية المداخل والمخارج لتبدأ مداهمات متزامنة استهدفت أوكاراً كانت تستخدم لتخزين المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء. العملية أسفرت عن توقيف 17 شخصاً ينشطون ضمن شبكات متشابكة من عصابات الأحياء، ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، إضافة إلى كميات من المؤثرات العقلية والقنب الهندي ومبالغ مالية كانت تستعمل في تمويل عمليات الترويج. مصادر أمنية أكدت أن هذه العملية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد أسابيع من الرصد والمتابعة الميدانية، حيث تم تحديد تحركات المشتبه فيهم بدقة وجمع الأدلة التي قادت في النهاية إلى هذا التدخل السريع والحاسم في بوفاريك. تنفس المواطنون الصعداء، فالحي الذي كان مسرحاً للخوف والاعتداءات العشوائية عاد إليه الهدوء من جديد. الوجوه التي اعتادت الصخب والبلطجة اختفت، وحلت محلها دوريات الأمن ترسخ رسالة واضحة أن القانون فوق الجميع ولا مكان للفوضى. شرطة البليدة تؤكد أن هذه العمليات ستتواصل بلا هوادة حتى يتم تفكيك كل بؤر الإجرام وإعادة الطمأنينة لكل حي وشارع في الولاية. ففي بوفاريك لم يكن الفجر عادياً، كان فجراً مختلفاً، فجراً كتب بداية جديدة عنوانها: الأمن يعود والعدالة لا تنام في وطن يسكن القلوب ويكتب اسمه بالعزة والشرف. تظل الشرطة الجزائرية مثالاً حقيقياً للتضحية والانضباط والولاء. رجال ونساء أقسموا على حماية هذا الوطن مهما كانت التحديات ومهما اشتدت الصعاب. هم أول من يستيقظ وآخر من ينام، يحرسون الشوارع في البرد والحر، يقفون في وجه الخطر بصدور مؤمنة بعدالة قضيتهم وبإيمان راسخ أن أمن المواطن هو واجب مقدس لا يساوم عليه. من بوفاريك إلى أقصى ربوع الجزائر، من العاصمة إلى الصحراء، يثبت رجال الأمن كل يوم أن شعارهم ليس مجرد كلمات تقال، بل عهد ينفذ وواجب يؤدى بشرف وشجاعة. لقد أثبتت عملية شرطة البليدة الأخيرة أن الجزائر لا تنام على الفوضى، وأن الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها مصالح الأمن الوطني تبقى العين الساهرة التي تحمي الوطن من كل خطر وتحافظ على استقراره وتزرع الطمأنينة في قلوب أبنائه. فشكراً لشرطة الجزائر، شكراً لكل ضابط وعون ودورية لم تتراجع أمام المجرمين ولم تتهاون أمام التهديدات. شكراً لمن ضحوا بوقتهم، براحتهم، بل وبأرواحهم أحياناً لكي نعيش نحن في أمان. أنتم الحصن الذي يحتمي به الوطن والدرع الذي يصون هيبته وكرامته. قد لا نراكم دائماً، لكن آثاركم تملأ الشوارع وجهودكم تحس في كل زاوية تنعم بالأمن والسكينة. ستظل الجزائر مدينة لكم بالعرفان، ولن ينسى الشعب ما تقدمونه من تضحيات في سبيل استقرار البلاد. أنتم أبناء هذا الوطن، حماته وصوته الصادق في وجه كل من يحاول العبث بأمنه. تحية إجلال وتقدير من كل جزائري وجزائرية لكل من يرتدي الزي الأزرق، لكل من يخدم من موقعه بصمت وشرف. تحية لشرطة البليدة ولقوات الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني، فأنتم رمز الوفاء وعنوان الانضباط وراية الشرف التي ترفرف عاليا في سماء الجزائر. دامت الجزائر آمنة مطمئنة، ودام رجالها أوفياء للوطن. وتحية لكل من قال وطبق: من أجل الجزائر كلنا شرطة.